السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي الكرام، أنا واصل عنطالي ومرحبا بكم في قناة الزاد مع واصل عنطالي، القناة التي تهدف إلى تبسيط مفاهيم الدين وإيصالها بطريقة مؤثرة لنتقرب بها إلى الله أكثر فأكثر. جاءني اليوم سؤال من أحد المتابعين: ماذا أفعل إذا سهوت في الصلاة؟ وهذا سؤال يهمنا جميعا، لأن السهو قد يقع لأي منا، وعلينا أن نعرف الحكم الشرعي فيه بالتفاصيل. إخواني الكرام، أولا، ما هو السهو؟ السهو هو النسيان الذي يقع للمصلي أثناء صلاته، مثل نسيان ركعة أو سجدة، أو زيادة في عدد الركعات، أو في حالة الشك: صليت 3 أم 4، والعلم لله. وهنا جاء الإسلام بحل واضح، وهو سجود السهو. الأمر بسيط الإخوان، الحمد لله نعم علينا الإسلام ديالنا بحل واضح، وفيه هو سجود السهو. ما هو سجود السهو الإخوان؟ هما سجدتين تؤديهما في نهاية الصلاة لإصلاح كل خطأ، وتكون في الحالات التالية. اسمع معايا مزيان وركز باش تفهم. أولا، النقص في الصلاة، كأنك تنسى ركعة، نسيتي ركعة، كتسجد للسهو بعد السلام. ملي كتسلم كتسجد سجدتين وكتعاود تقول السلام. ثانيا، الزيادة في الصلاة، كأنك تصلي ركعة زائدة، تسجد للسهو قبل السلام. وثالثا، الشك، عدد الركعات، كأنك لا تدري هل صليت 3 أم 4. خذ بالأقل ودير اليقين وأكمل صلاتك ثم اسجد قبل السلام. كيف تؤدي صلاة السهو؟ تسجد سجدتين كما في سجود الصلاة العادية، وتقول في كل سجدة: سبحان ربي الأعلى، ثم تسلم إن كان السجود قبل السلام. اسمع معايا مزيان، تسلم إن كان السجود قبل السلام، أو تعيد التسليم إن كان بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، 3 أم 4، فليطرح الشك وليبين على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه مسلم والبخاري. إخوان، الحديث واضح. هذه واحد ملاحظة مهمة الإخوان: سجود السهو لا يصلح كل الأخطاء، فإنما كان هناك نقص كبير في الصلاة كنسيان ركعتين مثلا، فعليك إعادة الصلاة كاملة. إخواني الكرام، وفي كلمة أخيرة: ديننا دين رحمة، والسهو وقع حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن نصلح الخطأ ونقبل على الصلاة بإخلاص، الله غفور رحيم. إخواني الكرام، لا تنسى المشاركة هذا الفيديو، فالكثير من الناس يجهلون الأحكام، وقد تكون سببا في إصلاح صلاة شخص ما. ووضع التعليقات والمواضيع تود أن أشرحها لك مستقبلا. إخواني الكرام، نلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، وفي موضوع مهم. مرحبا بكم معنا في قناة واصل عنطالي.